الكل تبع معنا القصه او القضيه ديال الطفله القاصر شيماء اللي تقال انها انتحرت، للام ديالها معايا الان اللي طلعت للسطح وكتلقاها منتحره. القضيه دخلت الحفظ لانها تسجلت على اساس انها انتحار، فاذا بالام ديالها كتجري من جديد وكتتابع القضيه وكتخرجها من الحفظ على اساس انهم يديروا الخبره على الهواتف. بالفعل مشكوره يعني الضابطه القضائيه ومشكور رجال الامن والناس ديال الدرك الملكي اللي تبعوا القضيه وداروا الخبره على الهواتف، والخبره التي اسفرت عن وجود يعني متهمين في هذه القضيه، وهو ابن الجيران الذي تبع بالتغرير بقاصر وهتك العرض. في المرحله الابتدائيه تحكم على المتهم ب3 سنوات. دخلنا لمرحله الاستئناف. اليوم كانت الجلسه الاولى واللي تاجلت لاعداد الدفاع. غنشوفوا مع الام ديال شيماء تفاصيل القضيه في الوصلات. السلام عليكم اختي سعيده، كنت بخير. اليوم كان عندي جلسه، انا كنت نهار 16 هنايا في المحكمه باش نشوف الاستئناف واش خرج. كنلقى الاستئناف خرج، كنصوني المحامي ديالي كيجاوبني لا على مكالمات لا على واتساب لا حتى شي حاجه. صافي قلت انا يعني واخا ما جاوبنيش راه غيكون اليوم ساعه. على انت ما عندكش لادريس ما تمشيش عنده؟ مشيت للبيرو، الادريسه اللي كاينه عندي لقيتو محيدها من البيرو. اليوم شنو وقع في الجلسه؟ اليوم كانت عندنا جلسه تاجلت حيت ما كاينش محامي. ياك تاجلت. مسجل النيابه ديالو؟ النيابه ديالو مسجله؟ ما مسجل والو، ما كاين حتى شي حاجه. لا ما يمكنش. النيابه غتكون مسجله من الابتدائيه. على شكون اللي استنف لك الحكم؟ هو يستنف لي الحكم، ولكن هو ما كاينش، ما كيجاوبش على مكالمات. ما قال لي راه كاين استئناف، ما قال لي حتى شي حاجه. كنجي اليوم كنقول واخا ما يجاوبنيش يقدر يكون في استئناف ولا شي حاجه، ما كاين. صافي قلت اضطريت اننا ناخذ محامي واحد اخر. تاجلت. امتى تاجلت نهار 24 في شهر 6. بغينا غير نذكروا المشاهدين كيفاش القصه يعني كيفاش ظهرت فيها هذاك ابن الجيران، كيفاش حتى خرجتيها من الحفظ، وكيفاش يعني باش نذكروا المشاهدين بالقصه ديال الابنه ديالك الله يرحمها. انا اختي سعيده بنتي ماتت نهار الخميس مع 5:30 العشيه، 6:30 مشات الله يرحمها. الظهر بنتي كتدفن. انا كنقول راه واقفين معايا، يعني كنت انا وياهم ما تقول شبه عائله، يعني ما ظنيتش غيطعنوني، ما ظنيتش فيهم غيطعنوني. انا كلتهم وشربتهم، خليت داكشي عند الله سبحانه وتعالى، ولكن انا ما سمحت لهم لا في الدنيا لا في الاخره. قتلوا لي بنتي وتعدوا لي على حياتي، ما سمحت لهم لا في الدنيا لا في الاخره. خليتهم الله اختي سعيده. واش خليتهم الله. تصوري هما دايرينها ودايرين بنتي، كيجروا معايا ويصايبوا في الورق دغيا ويوجدوا الورق دغيا يدفنوا لي بنتي. يعني ما كانش تشريح ديال الجثه؟ كيقول لك ما عندها اغتصاب، ما عندها عنف، ما عندها حمل، ما عندها والو. واش دار تشريح ولا دار غير الخبره؟ التشريح اللي دار على بنتي ماشي هو هذاك. الوصفات كلشي اللي كاين في هذاك التشريح ما هماش ديال بنتي. ديري لها شعرها اسود، هي ما شعرهاش اسود، شعرها عسلي. راه كلشي الجيران كلشي تسولي على في المدرسه كيفاش داير شعرها. بنتي لونها خمريه ماشي بيضه، دايرين لها شقراء. وقال لك ما عندها لا تحيمه لا هشام لا حتى شي حاجه. بنتي عندها تحيمه. قد شنو هي عندها تحيمه هنايا باش ينفوا داك الشيء كلشي، ديك الادله اللي كانت عند بنتي كلشي ينفيوها ويغطيو كلشي داكشي. ما كاين حتى شي حاجه، ما يمكنش تمشي ليا بنتي بحال هكاك. انا ما يمكنش النهار اللي تشد في يد خونا، النهار اللي تشد واحد اللي تشد دابا هذا اللي كاين دابا اللي ضربوه ب3 سنين ونص، نهار تشد الاخر هرب مع برا. هما كانوا جوج خوت. شنو العلاقه ديالهم بالبنت؟ العلاقه اختي ديالهم ان احنا نفس الموبل ولا السانديك كان باش كيهضر مع بنتي كيفاش وقع هذه الواقعه. كان عندهم واحد العرس، قالت لي كان الام ديال هذا مرت باه كان عندها العرس ديال بنتها في خميسات. قالت لي والو تجي لذاك العرس. قال لي راجلي ما تمشيش لذاك العرس. قلت انا والو غنمشي لذاك العرس ندي بنتي. قلت لي عافاك خلينا نمشيو. هما خارجين، راه شوف ربي يحاسبني الا كنكذب. هما خارجين مشاو هما الاربعاء في عشيه. قالت لي قلت لها عرفتي ديري انا غنلحق لك. قلت لبنتي خذي النمره ديال ولدها باش من نوصل تما
نعيطوا ليه باش يجي يدينا. هذه هي البدايه ديال هذيك هي البدايه. كيهضر معاها قدامي وداكشي كنقول صافي راه بحال خويا، يعني انا ما نويتش فيهم شحال غيقدروني بحال هكا، صافي خليتها بحال هكاك. ولاو كيهضروا معايا بجوج في التليفون. كنقول صافي ماشي مشكله بحال خوها ولادها، راه هما غادي يدوزوا واحد الوقيته وغيمشيو. تصوري هما كانوا غاديين نهار 30 في شهر 7، اضطروا بقاو حتى الاخر ديال شهر 8. والاب ديالهم حيت عنده جوج ديال كل مرة عندها بنت وولد، والاب ديالهم كيقول للناس ديال الدرب كلهم تيقول لهم راه ولادي شادين لهم لاكارطات. شكون كان داكلارا بهم باش شدوا لهم لاكارطات؟ كان ديكلارا بهم حتى واحد، ما كان حتى شي حاجه. هادشي هي القصه اللي كان تيقول لهم هو، كيقول لهم راه شادين لهم لاكارط، ما كانش شادين حتى واحد لاكارط. يعني هما تسالوا صيبوا شغالهم عاد مشاو في حالاتهم. ولكن انا راه ما سمحت لهم حتى الغدا قدام الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. كيفاش غتكتشف القضيه؟ لان كيف ما عرفنا ان القضيه دخلت في الحفظ لان تسمت على اساس انها انتحار. كيفاش غتكتشف العلاقه بين هذاك والجيران مع الابنه ديالك؟ درت الخبره التليفون المره الاولى اختي، ودرت لي الخبره الثانيه والثالثه والرابعه. خو معايا شي ناس بحال وجهك والدرك الملكي، الله يكثر خيرهم من هذا المنبر هذا، والله يوقف معاهم في دنيا وفي اخره. الله يجعل من صدر ربي يوقف معاهم في دنيا وفي اخره. ديال الرباط كنشكرهم جزيل الشكر، الله يجعل من ربي يعطيهم ما تمناو. خو معايا وحلوا التليفون وداروا الخبره للتليفون ولقاوه نفس النهار اللي بنتي ماتت فيه كان كيهدد فيها. هذه اللي مشدود دابا. قال لها طلعي عندي السطح دابا بغيت نهضر معاك، ولا هودي عندي الكرة. قالت لي تقول لي ما تخلينيش ماما وبابا ما تخليوش نمشي لتا بلاصه لا ما غاداش. بنتي كانت صبنت هذيك النهار وكانت كتنشر، حتى كنلقى الحوايج مليوحين في الارض، وكنلقى بنيتي مسكينه معلقه. خليتهم الله سبحانه وتعالى شدوا ليا، خليتهم الله. علاش خليتهم يا ربي؟ خليتهم الله. إلا هما كياكلوا كيشربوا مهنيين، أنا خليتهم الله. علاش خليتهم؟ أنا احتسبت بنتي عند الله، احتسبت بنتي عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا ما سمحت لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. كنتمنى من الله ياخذ لي حق بنتي منهم. وكاع وقتي قال لي هو دار يديه في ذاك الدوسي ديال بنتي، أنا لا ما سمحت لي لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني بالرغم من انهم اكتشفوا انه على علاقه وكان كيهددها، يعني توبع بالتهديد بالتغرير بقاصر. وهذاك العرض عاتينو شحال 3 سنين ونص. هذاك العرض تغرير بقاصر عنده الماده 485 471، يعني فيها 5 سنين حتى 10 سنين. ما كنناقشوش الاحكام. علاش شعتو 3 سنين ونص ديال ما كنناقشوش الاحكام. حنا ما كنناقشوش الاحكام. كاينه المرحله الابتدائيه، كاينه المرحله الاستئناف. هذا الشيء علاش المشرع يعني راعى بزاف ديال الحوايجات ودار مراحل تقاضي واللي هي المرحله الابتدائيه والاستئناف والنقد. اليوم باش كنطالب باعاده تشريح لبنتي شيماء. كيقولوا لي مقتوله من ضحره، انا كنقول لهم مقتوله. انا باغي اعاده تشريح لبنتي انا باش نرتاح حتى انا ما كان الناس ما كنشوفوا. قلتي لي انت فاش طلعتي لقيتي فيها شي اثار ديال شي اختي لقيت انا مسلوخ على صدرها كامل. كيقولوا لي الشمش، انا مسلوخ وهنا فيه ضربه وهنا فيه ضربه. علاش كيفاش هذاك الشيء جا لبنتي؟ كاين لها في هذاك الجسم ديالها. تيقولوا لي ما فيها والو، ما عليها اغتصاب، ما عليها حمل، ما عليها عنف. هذاك العنف منين جا ليها؟ هذاك العنف؟ خليتهم الله سبحانه وتعالى. اختي سعيده علاش خليتهم الله. تعدوا عليا بزاف، جيت شويه تعدوا عليا، درت فيهم ثقه وكنقول راه بحال عائلتي، وفي الاخر طعنوني داو ليا العين اللي كاين عندي وحيده ديالها وين كانت داو عليا. الله يجعل من صدر ربي يحطهم في نفس المرحله اللي يحطوني فيها ويشربوا نفس الكاس. انا كنتمنى من الله يشربوا نفس الكاس اللي يشربوني يا ربي. هما كيقولوا على ولدهم دابا اللي مشدود بغا يخرجوه، انايا ما شافوش هما اللي خشاوهم تحت التراب. انا خليتهم الله. انا ما سمحت لهم لا في الدنيا ولا في الاخره. اختي سعيده الله يرحمها ويوسع على ذقه القبور. دابا تاجلت الجلسه ياك؟ اجلت الجلسه نهار 24 في شهر 6. الله يدير لكم شي تاويل الخير، الله يدير لكم شي تاويل الخير، الله يعطيك الصبر، والله يرحمها. اذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه مستجدات قضيه شيماء التي قيل انها انتحرت واللي ظهرت فيها يعني بزاف ديال الخيوط. اليوم وصلنا لمرحله الاستئناف. كنتمنوا ان الحويجات اللي ما خداتش بهم، اللي ما تخدوش بهم في المرحله الابتدائيه، يعني ياخذ بهم القضاء في مرحله الاستئناف، تحقق العداله. الام ديالها كطالب باعاده التشريح وكطالب مازال في
في تعميق البحث في التليفون. مشاهدينا الكرام، غادي نبقاو معكم على تواصل وغنوافيكم دائما بجديد قضية شيماء.